السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. انا معاكم. احب اعرف اللي لسه داخل قناتي، انا اسمي سولا ودي قناتي. دي منوعات سولا، وفي قناه تانية اسمها سولا صلاحي، اتمنى تنوروني فيها، هتعجبكم ان شاء الله. جايبه لكم النهارده تتبيله فراخ مشويه تحفه بجد. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ مستويه جدا وطعمها جميل قوي قوي قوي. كمان كفايه ريحتها احلى كمان من بتشميها بره وانت ماشيه كده في المحلات. من احسن فراخ مشويه. تتبيله حلوه جدا مميزه. هنشوف بقى. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد. معايا من التتبيله، معايا بهارات فراخ، معايا بصل بودر، توم بودر، معايا رشه من الجنزبيل، رشه من الحبهان، فلفل اسود، معايا سماق، معايا زعتر، معايا رشه من البهارات الفراخ. يبقى ومعايا طماطمايه وبصلايه وكمان قرن فلفل، وضربت كل دول وعصير ليمون في بالهاند بلندر او بالكبه او بالخلاط. وكمان هجيب بقى الفرخه بتاعتي تكون مغسوله كويس جدا. حطيت كده هنا رشه من الشطه، طبعا ده اختياري، اللي حابب تكون سبايسي يحط، واللي مش حابب ما يحطش. هتبل بقى الفراخ بتاعتي، بكون مفتحه كده الصدر بالسكينه، عشان طبعا الصدر اكتر حاجه بتاخد وقت في التتبيله، عشان تدخل التتبيله كده كلها. الفرخه بتاعتي خلاص اتبلت، سبتها يوم كامل، ده تاني يوم. تديني نتيجة أفضل وبتبقى أحلى بكتير جدا لما بتبلها في نفس اليوم. أنا هنا هشويها في الفرن على الحامل ده. ما عندكيش الحامل ده، ممكن ازازة حاجة ساقعة. عملتها قبل كده معاكم في القناة على ازازة حاجة ساقعة، اللي هي الازاز بنلبس الفرخة فيها وبنحطها في الفرن. أنا هنا هجيب بقى الفرخة كده بتاعتي وهلبسها لل للحامل ده. هفكها كده من الايد، كنت مكتفاها. هدخل كده الحامل جوه. انا كده ثبتها على الحامل تمام. وجبت هنا خله، شبكت الرجلين كده بالخله، او تشبكيها بخيط علشان ما تبقاش مفتوحه كده، تديها شكل كويس. وهوريكم بقى انا ادخلها في الفرن على الصاجه بتاعه الفرن. غلفتها بورق فويل عشان اي حاجه تنزل من الفرخه، السوائل اللي هتنزل من الفرخه ما تبهدليش الفرن، وتنزل على ورق الفويل ويترمي على طول. هدخلها بقى الفرن وهنشوفها لما تطلع هتبقى شكلها ازاي. وبجد تحفه جدا. التتبيله بتاعتها جميله ومظبوطه، وهتديكي طعم حلو قوي. تاكلي الفراخ كده لغايه ممكن تاكلي العظم كمان بتاعها، غير المسلوقه واللي احنا بنقليها في الزيت. طبعا اصلا اللي بيحمروا الفراخ في الزيت انا ما انصحش، طبعا مبتبقاش طعمها حلو جدا، وكمان الزيت غالي. فاحنا يا اما نعمل في الكيس الحراريه، او في كذا طريقه للفراخ. دي طبعا طريقه لو حد عايز فراخ مشويه. بجد التتبيله دي جدا حلوه قوي قوي، جربوها هتعجبكم جدا، وهتعطوها تعتمدوها. وكل ما تعملوا فراخ مشويه في الفرن تعملوها بنفس الطريقه ديت. هدخلها بقى الفرن. انا هنا بقى حطيتها في الفرن. طبعا هتقولوا لي طب فين الحامل اللي انت حطيتي عليه؟ انا لقيت الحامل هنا ارتفاعه اعلى من ارتفاع الفرن، فما ينفعش يدخل خالص الفرن. لكن لو فرن بوتاجاز طبعا هيدخل بكل سهوله. البوتاجاز بيبقى كبير. طب هتصرف اعمل ايه؟ ازازه دورت على ازازه حاجه ساقعه عندي، الازازه اللي هي الصغيره دي، احط الفرخه عليها. ما لقيتش. فالكوبايه اللي هي بتاعت بريزيدون الجبنه الكريمي دي بتستحمل حراره جدا. فرحت قلباها وملبساها في الفرخه ودخلتها الفرن زي ما انتم شايفين. هنشوف بقى الفرخه ايه اللي هيحصل لها، هتستوي ولا مش تستوي، ولا ايه اللي هيحصل، ولا الكوبايه هتستحمل الحراره. هقول لكم كل حاجه لو حصلت في الفرن، اي حاجه هقول لكم. ونشوف الفرخه في الاخر لما تستوي ايه اللي هيحصل. بصوا الفرخه تقريبا خلاص كده استوت، شايفين شكلها.
السكينة بتغرس في الفرخة اهي، استوت خالص وسابت من بعضها ازاي الوراك. والكوباية نفعت ولا اتكسرت ولا اي حاجة. بصوا اهي. الفرخة خلاص طلعتها من الفرن زي ما شفتوا كده. مرضتش طبعا اشيل الكوبايه الا قدامكم سليمه، ولا اتكسرت ولا اي حاجه. الكوبايات دي حلوه جدا، اللي هي بتاعه الجبنه البريزيتون اللي هي الكريمي. بتستحمل النار. زي ما انتم شايفين الفرخه استوت خالص، الوراك سابت من بعضها خالص. الخله بشيل بقى الخله. خدت اللون الحلو اللي انا عايزاه، استوت تماما. وعايزه اقول لكم مهريه كمان، كفايه الريحه بتاعه التوابل اللي احنا حطيناها، بجد مخليه طعم الفراخ جميل جدا وتحفه. احسن بقى من الفراخ المسلوقه وتقليها في الزيت او تحمريها في سمنه والكلام ده. صحيه جدا للناس عايزه تعمل دايت. شايفين انا بقلب لكم الفرخه استوت جدا جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طعمها حلو قوي قوي قوي. اتمنى يا رب تجربوها. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونيش في لايك حلو ودعوه حلوه منكم وكومنت جميل عشان يشجعني. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه عشان ان شاء الله القناه مش هتكبر الا بيكم. واتمنى ما اكونش ضيفه تقيله عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ولو حابين اي وصفه اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نعملها مع بعض. انا بس بوريكم منظر الفرخه بجد تحفه جدا، احلى من اللي احنا بنجيبها من بره. وكمان طعمها حلو قوي قوي قوي. انا بقطع لكم كده حته كده من الفراخ. لما شفتوها في اول الفيديو كانت مهريه خالص ومستويه، كل قطعه فيها استوت بجد. الصدر بيبقى كمان بيبقى ناشف، بيبقى ماسك نفسه كده. لما بنعمل الفراخ بيبقى مش مستوي قوي، لا الصدر مستوي والفراخ مهريه زي ما انتم شايفين. بصوا بقطع لكم قطعه من الفراخ بجد مهريه خالص وطعمها حلو قوي قوي قوي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.